شفتوا اللي حصل قدام مجلس الدولة بسبب قانون الأحوال الشخصية؟ مجموعة كبيرة من الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية كانوا واقفين قدام مجلس الدولة وبيطالبوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها استبدال نظام الرؤية الحالي بنظام الاستضافة. الآباء قالوا إن نظام الرؤية الحالي بيخلي الأب يشوف أولاده ساعات قليلة في الأسبوع، وبيطالبوا بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها استبدال نظام الرؤية الحالي بنظام الاستضافة. الآباء قالوا إن نظام الرؤية الحالي بيخلي الأب يشوف أولاده ساعات قليلة في الأسبوع داخل نادي أو مركز شباب، وده في رأيهم بيخلي العلاقة بين الأب وأولاده محدودة جدا أو مش بتدي فرصة حقيقية لوجود حياة طبيعية بينهم. وعشان كده طالبوا بسرعة عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مجلس النواب، بحيث يتم تصدير فكرة الاستضافة بشكل قانوني يسمح للأب يقضي وقت طبيعي مع أولاده في بيته وسط حياته اليومية. لكن في نفس الوقت لازم نقول كلمة مهمة جدا: الحقوق دايما بتيجي مع الواجبات. يعني أي أب بيدور على حقه في الرؤية أو الاستضافة لازم يكون في المقابل بيعمل اللي عليه تجاه أولاده من نفقة وتعليم ورعاية ومسؤولية. ما ينفعش حد يطالب بحقه وهو في نفس الوقت مقصر في حياة أولاده وسايب عبء المصاريف كله على الأم. القضية في النهاية مش صراع بين أب وأم، القضية الحقيقية هي مصلحة الطفل. وعشان كده المفروض قانون الأحوال الشخصية يتعدل في حاجات كتير جدا، بقى في توازن يسمح للأسرة إنهم يتواصلوا إنسانيا بدون خلافات، لكن هتفضل المصلحة الأولى هي مصلحة الطفل. مش كده ولا إيه؟ ده كان رأيي، اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات.